السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة وفي فيديو نخص مرة أخرى للنجوم، نجوم الفن بصفة عامة. أكبر نجم تقريبا شخصيا في تقديري أثر في العقود الأخيرة تقريبا، كان أكبر مؤثر في العالم العربي هو عادل إمام بلا منازع. طبعا ثم أسماء كبرى كانت قبله، كان نجوم كبار معناها في الفن وفي المسرح، يوسف وهبي مثلا وعمر الشريف وغيرهم من نجوم المسرح والفن والسينما، لكن بلا منازع عادل إمام كان استثناء، كان منفلت وحقق أرقام قياسية حقيقة، سواء في السنوات عرض بعض المسرحيات نتاعه، ولا في عدد الأفلام اللي قدمها، ولا حتى في حجم الإيرادات. نجم عادل إمام استطاع منذ بداية السبعينات. ولكن السؤال الكبير، مش باش نستعرضوا ونسردوا أطوار سيرة الفنانين منهم عادل إمام بطبيعة الحال، ولكن مش نتسائلوا في المحصلة شنو الأثر الإيجابي اللي خلاه في المخيلة العامة وفي الشخصية وفي المجتمع. طبعا بالنسبة للشخص النجم، يعني حقق تقريبا كل ما يطمح ليه، أصبح نجم الشباك الأول ونجم الشباك والنجم المطلوب، يعني الاسم نتاعو يعني كل شيء. أنا سألت مرة أمينة رزق الله يرحمها عام 94، قلت لها شنو هي قصة نجاح عادل إمام وكان في قمته في أوج الصعود نتاعو؟ قالت لي هذه أكيد موهبة من عند ربي، حاجة أعطاها له ربي. وفي نفس الأسبوع قابلت أخوه عصام إمام المنتج، قلت له ماذا يعني عادل إمام وهذا النجاح الكبير؟ قال لي هو عادل إمام يعني الضمان والجودة، فهو يعرف من أين يدخل ومن أين يلج إلى النجاح. ولكن كما قلنا الإشكال الكبير هو سؤال وفي الأخير طبعا أكثر إنسان زاد تخرج حوله شائعات الوفاة هو عادل إمام. وحتى البعض أصبح يروج بعض الصور أعتقد أنا من محض الخيال، باعتباره أنه أصبح في أرذل العمر يعني عادل إمام، ولكنه قعد متشبث وقعد مصر يصدر الأفلام، ويظهر دائما على أساس أنه محب للحياة وعنده النزعة للمرح، وأحيانا بين ظفرين شيء من الصعلكة، لأنه كان يحب هذا اللقب. وأعتقد حتى في تقييم بعض النقاد ليه، أحسن لقب يمكن أطلق عليه وكان هذا مريحا له أنه الفتاة الصعلوك أو الممثل والنجم الصعلوك. الحقيقة لو ننظر إلى الجانب المرح والكوميدي وماذا قدم للناس، وكان طبعا الناس تستمتع دائما بالمسرحيات، يعني شاهد ما شافش حاجة والزعيم وغيرها من المسرحيات، يعني على رأسها طبعا مسرحية مدرسة المشاغبين، اللي بإجماع المختصين وعلماء النفس وغيرهم أكثر مسرحية دمرت يعني الأخلاق والقيم وضربت القيم في الصميم. والحقيقة مش بطريقة سوداوية وإلا سلبية مطلقة. بالفعل عادل إمام يعني في أدواره وفي أفلامه إلى جانب فنانين آخرين، لكن هو كان الأكثر لأنه كان الأكثر تميز. أكثر تقريبا أعماله كانت فيها استباحة وكانت فيها جرأة على العديد من القيم. وحقيقة يعني كانت ممارسات ويعني لقطات ومواقف كأنها ترغب في بعض السلوكات المنحرفة، باش من نعممش، لكن بعض المواقف حقيقة كأنها فيها نوع من التشجيع على الانحراف وعلى خرق القوانين العامة المتعارف عليها، وإبراز وبروزة كما يقولوا المشارقة السلوك هذا والفتاة هذا اللي يوصل يعمل الحكايات هذه الكل على أساس أنه الناجح، وأنه هو يحقق المطلوب منه. طبعا هذه نقطة استفهام المفروض أنه يطرحها الفنان من أول مسيرته: ماذا سأترك؟ كيف ستكون النهاية؟ كيف ستكون الحصيلة؟ وعلى ماذا سأحاسب في لحظة الختام؟ طبعا العبرة بالخواتيم. شفنا نهايات فنانين كبار كما جميل الراتب في أواخر عمره، كيفاش قدم ثروته كل لمستشفى سرطان. شفنا مثلا الفنان الكبير عمر الشريف أيضا في ختام حياته حتى أصيب بالزهايمر، تقريبا كان يشعر بالندم على انفصاله عن فاتن حمامة. طبعا عمر الشريف اللي حلق في العالمية وأصبح كأنه ماهوش ممثل عربي، يعني نشوفوا الأدوار نتاعو كانت حقيقة يعني بالنسبة لي كان يعني نجم من نجوم هوليود والغرب. كما قلت معناها بالنسبة للفنانين التوانسة ولا العرب، المشكل الكبير هو أنه الحصيلة في النهاية
وهل أنه الفنان أو النجم كانت عنده مبادئ وقيم ثابتة وواضحة التزم بها وقدم رسالة، وإلا كان يمشي مع التيار، كان يحاول يسبق التيار ويكون الأول في الاستفزاز القيم وغيرها والخدش، وبالتالي أسرع الطرق للفت الانتباه ولتحقيق النجاح. مقابل الأعمال هذه اللي هي عندها صبغة تجارية واضحة، والفنانين هذوما حقوا المرغوب على المستوى النجومية وعلى مستوى العائد المالي، نلقاو أعمال أخرى الحقيقة كانت أكثر يعني التزام وإيجابية وأثر وبصمة. أفلام كما الرسالة مثلا وكما عمر المختار. فالفنانين الحقيقة خاصة العرب والنجوم العرب مطلوبين إلى أنهم تكون عندهم مراجعة ويكون عندهم حد أدنى من الاحترام للمرجعية وللأسئلة اللي يطرحها المجتمع متاعهم. طبعا الالتزام الاجتماعي وأنه يعكسوا الواقع الموجود، لكن مش يركزوا على الجريمة وعلى الانحراف وعلى الممارسات الشاذة ويصنعوا منها هي الأفلام الرئيسية والمشاهد المؤثرة والكبرى، بقدر ما يكون عندهم حقيقة نوع من المسؤولية تجاه التاريخ ونوع من الأثر اللي نجم يرتقي بالذائقة وينجم يصنع جيل يعني قادر على أنه يرتقي حضاريا ويسهم في بناء المجتمع نتاعو. هذه مسؤولية المثقف وهذه رسالته. وأعتقد أنه شفنا كثير من الدروس ومن العظات من فنانين سواء عرب في نهاياتهم الحقيقة، وتشوف معاهم المسيرة نتاعهم ومئات الأفلام والمسرحيات كما نهاية عماد حمدي على سبيل المثال. وشفنا أيضا فنانين عالميين كما كلينت إستود اللي مازال موجود لكنه في يعني حالة من الهرم، كيفاش يتأسف أنه معناها مشى في الطريقة هذيك وفي لحظة من اللحظات يلتفت وراءه ولا يرى شيء، يخسر كل شيء، حتى البيوت نتاعهم النجوم هذوما تحرقت مؤخرا في حرائق أمريكا. وبالتالي الإنسان هو في نهاية الأمر هو رحلة وهو موقف وهو في النهاية حصيلة. وخاصة النجوم والمثقفين نخبة المجتمع المفروض أنها تقود المجتمع إلى الأعلى، مش تنزل به وتحطم القيم نتاعو والأخلاق نتاعو لحسابات معينة ومعادلات مادية محضة. هذه هي لحظة حاولت من خلالها نلفت الانتباه وأدعوكم إلى التفكير وإلى المراجعة معي من خلال تجربة الصعلوك عادل إمام، وربما ننتظر منه الفيلم الأخير بين ظفرين، ومش باش ربما يكون انتقاد مجاني لهم كما قلت في جوانب وأعمال أسعدونا كثيرا، لكن فقط للوعظة وللعبرة وللتوجيه خاصة مشاريع النجوم والفنانين في كل الحقول في الفترة القادمة بالنظر إلى واقعنا وإلى تحدياتنا وإلى مسؤولياتنا سواء لنا نحن في أعمارنا لأننا سنحاسب يوما ما، وأيضا بالنسبة لمجتمعاتنا وأممنا اللي تنتظر منا الكثير. شكرا لكم وإلى اللقاء.